ولو حد قالك انك قتلت من غير حتى ما تفتكر انك قتلت، هتصدقه؟ القصة اللي هحكيها دي هي ما حصلتش معايا، بس هحكيها لك كأنها حصلت معايا عشان اوصل لك نفس الشعور اللي حسيته لما قريت القصة دي. متنساش تروح تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس عشان اقدر اكمل في المحتوى ده، وتقولي رأيك في الحلقة في الكومنتات. ولو عجبتك دوس لايك، ولو ما عجبتكش دوس لايك برضه. اهلا بيك في كوابيس اكس. انا اسمي اكس، والسؤال ده اتسأل لي في التحقيق وانا قاعد قدام جثة اكتر شخص بحبه. المشكلة مش انهم شايفيني مجرم، المشكلة اني مش متأكد ان هم غلط. اخر صورة في دماغي كانت ليلى وهي بتصرخ باسمي، واول صورة شفتها بعد ما فوق كانت دمها على ايديا. مفيش باب مكسور، مفيش اقتحام، مفيش حد تالت. في توقيت الجريمة كنا لوحدنا، والحاجة الوحيدة اللي ما بيني وما بين السجن هي قصة محدش مصدقها غير قصة لعبة، تجربة، حاجة قالوا إنها أمان. بس لو دي لعبة، ليه لحد دلوقتي لسه سامع صوتها في وداني؟ قبل ما أكمل خليني أقولك على حاجة واحدة بس. القصة دي مش عن جريمة حصلت، القصة دي عن إزاي إن العقل ممكن يتحول لسلاح وإنت فاكر نفسك بتلعب. ولو فاكر إنك هتطلع منها متفرج، استنى شوية. كل اللي حصل بدأ بإعلان عادي جدا ظهر لي وأنا زهقان، كان بيقول تجربة نفسية هتغير مفهومك عن الواقع. ما قالوش إنها هتغير مفهومك عن نفسك. كل حاجة بدأت من كام يوم. كنت قاعد زهقان وبسكرول في الموبايل لحد ما إعلان غريب شدني، فيديو قصير عن لعبة واقع افتراضي جديدة بيقول إنها تجربة هتغير حياتك، حاجة متطورة جدا أقرب لمحاكاة حقيقية. وقتها فكرت إنها مجرد دعاية عشان يشدوا الناس، بس بصراحة انا اتحمست. انا اصلا بحب التكنولوجيا والالعاب، وليلى بتحب المغامرات برضو زيي. فكرت وقلت ليه لا، تجربه شكلها فشيخ وكمان ببلاش بما انها لسه في مرحله تجريبيه. قدمت بياناتي في السريع وطلب مني اكتب اسامي المشاركين معايا. من غير تفكير قمت حطيت اسم ليلى. بعدها بيومين وصل لي ايميل تاكيد فيه العنوان والمواعيد. قريت التفاصيل بسرعه واتصلت بليلى. كلمتها وانا متحمس وقلت لها يا ليلى، فاكره لما كنت بحكي لك عن تكنولوجيا الواقع الافتراضي الجديدة؟ أنا بقى لقيت إعلان عن تجربة حقيقية وسجلت اسمي واسمك. استغربت وقالت لي إيه ده؟ إزاي تسجل اسمي وأنا معرفش؟ ضحكت وقلت لها عادي هتتبسطي، دي لعبة جديدة وقالوا بيدوروا على 2 صحاب أو كابلز عشان يجربوها، وإحنا الاتنين هنكون فريق. سكتت شوية وقالت لي وهي مش مطمنة، مش عارفة يا إكس، الموضوع غريب ومش مطمنة. طبعا حاولت أطمنها وقلت لها يا بنتي أنت خايفة من إيه؟ دي مجرد لعبة، تجربة ترفيهية يعني وكده، مش هيحصل حاجة واكيد هتبقى امان. وبصي لو حسيتي باي حاجه غلط او خطر ننسحب فورا، انا معاكي ما تخافيش. قالت لي ماشي يا سيدي ما دام انت مصمم قوي كده، بس لو حصل اي حاجه انت المسؤول. وصلنا المكان اللي هم كانوا باعتينهولي في الميل قبل الميعاد بنص ساعه. عنوان المبنى كان في منطقه هاديه جدا، مبنى شكله حديث من بره بس من جوه فاضي. طلعنا للدور اللي كان مكتوب فيه الايميل، لقينا باب حديد كبير وعليه لوجو الشركه اللي مش فاكر اسمها بصراحه. فتح الباب بالراحه بعد ما قربنا وقابلنا واحد لابس بدله بسيطه شبه موظفين شركات الستارت اب كده. ضحك ضحكه رسميه كده وقال لنا اهلا يا جماعه، مبسوطين انكم جيتوا. حضراتكم اكس وليلى صح؟ هزيت راسي وقلت له انا اكس ودي ليلى. رحب بينا ودخلنا معاه جوه. دخلنا جوه مساحه واسعه جدا شبه مخزن او صاله فاضيه، وكان في جنبها مكتب صغير عليه اوراق وجهاز كمبيوتر. وفي نص القاعه كان في جهاز غريب شبه الكبسوله بالاضاءات النيون مغرقه المكان كله كاننا في بلاي ستيشن. الموظف قدم لنا ورق وقال لنا ان هو بروتوكول عادي، اقرار بالموافقه عن الشروط وان الشركه مش مسؤوله عن اي ضرر لو حصل، بس اكد ان ده مستحيل يحصل. ليلى بدات تقرا الورقه وكانت مركزه جدا، وانا كنت متحمس بطريقه مش طبيعيه. بصت لي وقالت لي استنى يا اكس نقرا كويس. ضحكت وقلت لها يا بنتي تمام، اجراءات بس. الموظف ضحك وشكله كان فاهم قلقها وقال لها بهدوء مفيش اي خطر حقيقي، تجربه امان جدا، بس زي اي لعبه رعب ممكن تحسوا بتوتر او خوف وده المطلوب، بس في اي وقت لو حبيتوا توقفوا قولوا لنا. ليلى اتخضت وقالت له لعبه رعب؟ لها التجربه فيها جزء اثاره بنقيس فيه استجابتكم، بس خليكم عارفين ومتاكدين ان دي مجرد محاكاه. حسيت ان ليلى بدات تتوتر وكانت خايفه، بس حاولت على قد ما اقدر ان اطمنها. بعدها بدا الموظف ده يشرح لنا باختصار. نلبس اجهزه تخلينا نشوف العالم الافتراضي جوه العالم الحقيقي. هنا يعني هتمشوا هنا في القاعه بس هتشوفوا قصه تانية تماما، كل حاجه هتحسوها تقريبا حقيقيه، صور
اصوات، شويه احساسات فيزيائيه خفيفه كده. التكنولوجيا دي متقدمه جدا، تستخدم مستشعرات وحساسات على الجسم. خدنا منه شويه اجهزه شبه النظارات، لزقوا على جسمنا شويه حساسات صغيره زي اللي بتقيس دقات القلب واتزان الحركه. لبست النضاره وسمعت صوت الكمبيوتر بيبدا عد تنازلي. قلبي دق بسرعه من الاثاره. بصيت لليلى جنبي وهي لابسه جهازها برضه. حاولت اضحك لها عشان اشجعها، ضحكت لي برضه بس كان باين القلق اللي عليها. فجاه النور الابيض اتبدل لضلمه، وبعدين صور والوان بدات تظهر. لقيت نفسي واقف في طرقه ضلمه، حيطانها قديمه ومتشققه، وريحه معفنه في المكان. لمحت ليلى جنبي، هي كمان كانت بتبص بذهول على المكان. بصينا لبعض وما كناش مصدقين. هو ده نفس المكان الفاضي اللي احنا كنا فيه؟ التفاصيل متقنه بشكل رهيب. قلت لها بصوت واطي انت كويسه؟ قالت لي اه، بس المكان ده شكله مخيف جدا. فعلا حسيت ساعتها باشعار في جسمي، والجو كان ساقع ومكتوم، وفي شبوره خفيفه كده معبيه المكان. بدأنا نمشي بحذر. الأرضية كانت خشب، كانت بتخبط مع كل خطوة، ونور خافت جاي من لمبات قديمة متعلقة في السقف. لقيت ليلى مرة واحدة مسكت دراعي غصب عنها من كتر الرعب، وأنا قلبي كان بيدق بسرعة بس كنت بحاول أتماسك عشانها. فجأة سمعنا صوت خبط جاي من بعيد. ليلى اتوترت وقالت لي سمعت اللي أنا سمعته؟ قلت لها اهدي، أنا مجرد جزء من اللعب. حاولت أبان متماسك بس أنا كمان كنت مرعوب. مشينا ناحية الصوت ووصلنا لباب حديد قديم على آخر الطرق. الباب كان مقفول وجنبه على الحيطة مكتوب بالدم: مش كل الحقيقة بتتشاف. قرينا الجملة وتوترنا أكتر. إيه المقصود؟ يقصد إيه بالكلمة دي؟ حاولت أفتح الباب بس كان مكتوب عليه مغلق حتى حل اللغز. شكلها زي سكيب روم. بصينا حوالينا، لقيت قدامي ممرين صغيرين اتفرعوا من المكان، واحد شمال والتاني يمين، وفوق كل واحد فيهم يافطة. على الشمال يافطة مكتوب عليها التضحية، وعلى اليمين يافطة مكتوب عليها الثقة. فضلنا ساعتها بنبص لبعض بحيرة، واضح إننا محتاجين نفترق ونخش من الاتجاهين. ليلى قالت لي لأ، بلاش نفترق. قلت لها بس شكلها خطوة مهمة عشان نحل اللغز ونلاقي المفتاح أو أي حاجة. أنا هدخل ناحية الثقة وإنتي شوفي التضحية، أو العكس. قالت لي لأ، خلينا أنا في التضحية. عرفت إنها خايفة عليا، بس بصراحة أنا قلبي وقع لما قريت كلمة التضحية، فما كنتش معترض. وافقت وقلت لها لو حصل أي حاجة صرخيلي، أنا قريب منك. قالت لي ماشي، ومشيت بخطوات مترددة ناحية الممر الشمال، وأنا في الممر اليمين. الدنيا هديت حواليا وأنا ماشي لوحدي، وحسيت بوحدة ورهبة. فضلت أبص ورايا عشان أتأكد إن مفيش حاجة بتطاردني، وفجأة سمعت صوت صرخة عالية جدا، صرخة ليلى. جريت ناحية صرخة ليلى زي المجنون. دخلت الممر الشمال وإيدي بتخبط في الحيطان وأنا بجري. كان ضلمة قوي، وكل شوية نور أحمر قوي يشتغل لحظات زي الإنذار كده. فضلت أنادي ليلى ليلى، بس مفيش غير صدى صوتي. وصلت لآخر الممر على ضوء أحمر خافت. لقيت قاعة صغيرة شبه أوضة قديمة، الأرض عليها بقع دم وسلاسل حديد متكسرة. في نص المكان شفت مشهد جمد الدم في عروق. وحش بشع ماسك ليلى من رقبتها. الوحش ده كان ضخم وجسمه مشوه وملامحه مش آدمية خالص. ليلى كانت بتصرخ وتقاوم، بس الواضح إن هي كانت ضعيفة قدامه. عينيها لمحتني فجأة وصوتها بدأ يطلع متقطع: إكس الحقني. أنا اتجننت. ببص يميني لقيت حتة حديدة مرمية ورا الباب. شدتها وجريت على الوحش وعمال أزعق له وأقول له سيبها سيبها. الوحش لقيته بيبص لي وعينه حمرا، وساب ليلى وقرب ناحيتي زي الطور الهايم. رفعت الحديدة وضربته بكل قوتي. سمعت صوت عظمه بيتكسر لكنه ما وقعش، فضل يهجم عليا ويحاول يمسكني. صوته كان قوي جدا. حسيت بايده بتخبطني في جنبي ووقعتني على الارض، ووقع فوقيا تقريبا. ريحته كانت نتنه بشكل يخليني اعيط. ايديا كانت لسه ماسكه الحديده، فضربته تاني على راسه مره واتنين وتلاته. كنت بضرب زي المهووس مش حاسس بنفسي. سمعت صرخه قصيره اخيره، وشفت الوحش بيقع جنب رجلي. باصص عليه بس جسمه ما كانش بيتحرك، ونور احمر كان لسه بينور على ملامح جسمه المشوهه. بصيت جنبي لقيت ليلى مرميه على الارض جنب الحيطه وقطع النفس. جريت عليها وفضلت افوقها: ليلى ليلى. عينيها كانت مفتوحه بس ما بتتحركش، والدم مغرق وشها وهدومها. بقيت اصرخ زي المجنون. في اللحظه دي النور الاحمر اختفى، وكل حاجه حوالينا رجعت ضلمه طبيعيه، واللعبه وقفت. بقيت قاعد في الضلمه مش فاهم حاجه. شلت النضاره من على عيني بسرعه، وظهرت قدامي ليلى الحقيقيه، مش جرافيكس ولا وحش وهمي، لا، ليلى بجد ومقتوله. ازاي؟ ايه اللي حصل؟
فضلت ازعق واخبط في كل مكان، وعملت كل اللي اقدر عليه عشان افوقها واصحيها، بهزها، بكلمها، بضغط على مكان الجرح عشان اوقف النزيف، بس ما كانش فيه اي فايده. ايدي كلها كانت بتترعش وما بقتش شايف قدامي. مفيش فايده، ليلى راحت مني. قمت ادور على اي حد، اي مساعده، بس المكان كله كان فاضي. حتى الموظف اللي قابلناه في الاول اختفى، وكل حاجه كانت ساكته زي القبر. في الاخر لقيت تليفون المكتب الصغير جنب القاعه، اتصلت بالنجدة ومش عارف حتى قلت ايه. بعدها حسيت برجليا مش شايلاني، ووقعت على الارض جنب جثه ليلى. فضلت ابص لها وانا منهار تماما. ايه اللي انا عملته ده؟ ازاي اللعبه القذره دي حولتنا لكده؟ معرفش عدى قد ايه، يمكن حوالي 10 دقايق. بعدين سمعت صوت البوليس والاسعاف جايين في الطريق. وصلوا اخيرا، بس كان متاخر قوي. ما افتكرش ايه اللي حصل بالظبط بعد ما وصلوا. ولما نقلوني انا وليلى على المستشفى، اكتشفت هناك ان جسمي متعور بكدمات، وايدي كان فيها جرح عميق، يمكن من ايد ليلى وهي بتحاول تدافع عن نفسها. الفكره دي لوحدها كانت بتموتني. فضلت قاعد ساعات في القسم. المحقق فضل يحاول معايا طول الليل، وكل شويه كان بيعيد نفس الاسئله: ليه قتلتها؟ ايه مشاكلك معاها؟ وانا بحلف واعيد نفس الكلام: ما قتلتهاش، اللعبه هي السبب، احنا دخلنا تجربه VR مجنونه وهي اللي حصل فيها كل ده. المحقق كان كل مره يضحك بسخريه ويقول: طبعا لعبه، زي افلام الرعب مش كده؟ حضرتك كنت في لعبه وفجاه لقيت نفسك قاتل حبيبتك، مش كده؟ ضربت بايدي على الترابيزه وانا منفعل، قلت له: ايوه والله العظيم، كان في شركه حتى مش فاكر اسمها ايه، عملوا اعلان وجربوا فينا لعبه الواقع الافتراضي، انت لازم تصدقني. المحقق فضل ساكت، بعدها قال لي: بص يا اكس، احنا فتشنا مكان الجريمه شبر شبر، وما كانش فيه اي اجهزه غير شويه نظارات واقع افتراضي رخيصه وقديمه وشويه بطاريات فاضيه، وما وصلناش لاي دليل عن التكنولوجيا الخرافيه اللي انت بتتكلم عليها دي. وخد التقيله بقى، مفيش شركه في العنوان ده اصلا، والمبنى ده مقفول من فترة كبيرة جدا، ومحدش سمع عن التجربة دي غيرك انت فاهم ده معناه ايه؟ بلعت ريقي وانا حاسس اني في كابوس. الناس دي مش مصدقاني خالص. حاولت معاهم للمرة ال100. طب الايميل؟ انا عندي ايميل تأكيد وكان فيه كل التفاصيل، اكيد حد نصب علينا. المحقق رد عليا ببرود وقال لي: هنبعته للمعمل الجنائي، بس حتى لو ده صح ما يفسرش اللي حصل ده، الادلة كلها ضدك يا ابني. وبصراحة احنا قابلنا حاجات كتير قوي زي دي، ممكن تكونوا اتخانقتوا سوا، الامور سخنت، فقدت اعصابك، او يمكن عندك اضطراب نفسي، انما الشيطان اللي بتقول عليه في دماغك ده محدش غيرك شافه. حسيت بضيق تنفس، يمكن انا فعلا اتجننت. ما اقدرش الومهم ان هم مش مصدقين، القصه شبه مستحيله، حتى انا لو مكانهم ما كنتش هصدق. غطيت وشي بايديا وخدت نفس بصعوبه، وقلت له: والله ما كنت عايز اذيها، انا بحبها. لقيت دموعي نزلت تاني غصب عني. المحقق بصلي وتعاطف معايا شويه وقال لي: طب يا اكس، احنا مش عايزين نظلمها، قول لنا الحقيقه الكامله، يمكن في اي حاجه انت مخبيها. رفعت عيني وانا مخنوق وقلت له: انا قلت كل حاجه، كل الحقيقه اللي عندي قلتها. قال لي: طب تمام. ونادى على امين الشرطه وقال له: يلا يا ابني خده على الحجز. الامين جه قومني، وقبل ما اخرج من الاوضه قمت لفيت وبصيت للظابط وقلت له: هو انا مجنون؟ ما ردش عليا، وقام شاور لامين الشرطه عشان ياخدني على الحجز. ودلوقتي انا محبوس ما بين 4 حيطان، وما اعرفش ايه اللي هيحصل لي. انا متهم بالقتل والكل شايفني مجرم، يمكن يحجزوني في مستشفى المجانين لو قالوا عليا مختل، او يتحكم عليا بالسجن سنين عمري اللي جايه كلها. قاعد لوحدي على سرير حديد في الزنزانه، وبضم رجلي لصدري وبحاول افهم. عايز افهم ايه اللي حصل. هل ممكن اكون فعلا قتلتها بارادتي؟ يمكن اللعبه ملهاش وجود اصلا الا في دماغي، ويمكن انا اللي جسمي طلع فيه الوحش. كل حاجه حصلت كانت حقيقه بالنسبه لي، بس مفيش اي حد مصدق. رفعت راسي وببص حواليا في العتمه، وسمعت نقطه ميه بتقع من الحنفيه. قمت امشي على مهلي ناحيتها عشان كنت عطشان، وبصيت في المرايه الصغيره اللي فوق الحوض. ما كنتش شايف نفسي بوضوح في الضلمه، بس تقريبا ده انا. قربت اكتر ولميت شويه ميه في ايدي عشان اغسل وشي، وخدت نفس عميق وبصيت تاني في المرايه. ومره واحده لقيت عيني اتفتحت على الاخر ورجعت لورا تلقائي، وبقيت حاسس اللي انا باصص عليه في المرايه ده مش انا، ده نفس الوحش البشع اللي طلع لي، نفس العين الحمراء والجسم المشوه، وكان بيضحك لي بضحكه شريره جدا. اتجمدت مكاني وجسمي كله اتقبض. غمضت عيني وقلت: لا، ده مش حقيقي، كل دي اوهام. اهدى يا اكس. فتحت عيني ببطء وبصيت تاني، ولقيت انعكاسي العادي، وشي انا، وشاب محطم وعينيه متورمه من قله النوم. اتنفست بسرعه وقلبي كان بيدق بعنف، ومش عارف اللي انا شفته ده كان هلوسه ولا كان حقيقي. مش عارف ومش هعرف ابدا. الزنزانه حواليا كانت ساكته تماما،
فيهاش نفس. عدى يوم والتاني والتالت، يمكن اكتر كمان. الوقت هنا ما كانش له شكل. كنت فاكر ان اسوأ حاجة حصلت لي ان هم شايفيني قاتل، بس الحقيقة الأسوأ لسه ما جاش. في نص الليل قاعد على السرير الحديد، سمعت صوت همس خفيف، مش صريخ ولا خطوات ولا أي حاجة، صوت زي كهربا جاية من بعيد كده. رفعت راسي والزنزانة كانت ضلمة كحل، ما كانش فيه غير لمبة صفرة ضعيفة في الممر. الصوت كان جاي من دماغي، أو ده اللي حسيته. قربت إيدي من راسي، وفي اللحظة دي جالي إشعار. إشعار مش من الموبايل ولا من الساعة، لا ده إشعار جاي من جوه عيني. حسيت بنقطة ضوء صغيرة ظهرت مرة واحدة قدامي، وبعدها كلمة واحدة بس: استئناف الجلسة. نفسي اتقطع، قمت واقف وانا برجع خطوة لورا. قلت بصوت خوف: لا لا، مش ممكن، اللعبة خلصت خلاص. الكلمة اختفت وظهر مكانها سؤال تاني. السؤال كان بيقول: انت متأكد؟ وفجأة سمعت صوت خطوات، لقيت الباب الحديد بيتفتح، ودخل العسكري وهو بيزعق ويقول لي: انت اتجننت؟ ايه اللي انت بتكلمه لوحدك ده؟ الزنزانة ما فيهاش حد غيرك. بصيت له كده، لكن شكله كان غريب، تحس ان هو مش بني ادم طبيعي. وشه كان ثابت، عينه كانت من غير رمش، وصوته طالع متاخر نص ثانيه عن حركه شفايفه. ولقيته بيقول لي: انت جاهز تكمل؟ صرخت وقلت له: انت مين؟ انت مش حقيقي. ضحك، بس ضحكته كانت هي نفس الضحكه اللي سمعتها من الموظف اللي جابني هنا. وورا ظهره لمحت ليلى، وكانت واقفه ساكته وبتبصلي ومفيش اي رياكشن على وشها. قلت لها وانا بنهار: ليلى، انت لسه عايشه؟ انت موجوده؟ رفعت ايديها وشاورت على صدري، والصوت رجع لي تاني. حسيت ان في حاجه بتقولي في وداني: الاختيار لسه قدامك يا اكس. تعترف انك قتلتها ونقفل التجربه، ولا نكمل وتشوف هتعمل ايه المره الجايه؟ الدنيا حواليا بعد الكلمه دي بدات تتهز، والزنزانه بدات تتفكك واحده واحده، والحيطان اللي حواليا كلها بتسيح. حطيت ايدي على راسي وصرخت في كل مكان: انا متهم، انا مش قاتل. لقيت الصوت ده بيرد عليا بهدوء مرعب، وبيقول لي: في لعبتنا مفيش فرق. وفجأة فتحت عيني، لقيتني لوحدي في الزنزانة. مفيش ليلى، مفيش عسكري، مفيش أي حاجة حواليا. أنا لوحدي في قلب العتمة دي. بس على دراعي كان في آثار لدايرة، زي ما كان حساس اتشال. ودلوقتي أنا مستني الحكم. مش عارف هل أنا متهم ظلم، ولا مجرد لاعب معرفش يخرج من الدور. ولو الحكم طلع براءة، يبقى السؤال الحقيقي: هل اللعبة خلصت، ولا لسه دوري الجاي؟ أنا إكس، واللي سمعته ده مجرد قصة لا تمت للواقع بصلة. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس، وتشاركني رأيك في التعليقات. ولو عجبك الفيديو دوس لايك، ولو ما عجبكش الفيديو دوس لايك، عشان ما تصيبكش اللعنة وتبقى جزء من اللعبة. أنا إكس، ودي كوابيس إكس. سلام.